جحا المصري شايفينه، ده حمار اللي انتوا عارفينه. ادي جحا المصري شايفينه، ده حمار اللي انتوا عارفينه. جاي وضحكته في شفايفينه، ساب قهوة حبايبه وزفينه. هلت انوارك يا جحا انت وحمارك يا جحا، هلت انوارك يا جحا انت وحمارك يا جحا. من نارنا ونارك يا جحا، هزلك وهزار يا جحا. ده بتاعنا وما احناش سالفينه. احيا جحا وتحيا سفينه. حبايبه زفينه. هلت انوارك يا جحا انت وحمارك يا جحا. من نارنا ونارك يا جحا، هزلك وهزارك يا جحا. ده بتاعنا وما احناش سالفينه. يحيا جحا وتحيا سفينه. جاي قلوبنا مضيفينه، لا لا مال ولا منصب تلفينه. جحا جاي قلوبنا مضيفينه، لا لا مال ولا منصب تلفينه. ولا قاعد يلف يوم بلفينه، ولا عن خير ناس وحارفينه. صوتنا ولساننا يا جحا انصب انساننا يا جحا. صوتنا ولساننا يا جحا انصب انساننا يا جحا. انصر احساننا يا جحا وانصر احساننا يا جحا. دامين على الخدمة حالفينه. يحيا جحا وتحيا سفينه. الله عليك الله عليك. باين عليا تاجر من التجار يا محمود. الا باين، ده باين وباين وباين، وانا كمان باين وباين. لكن يا مولاي ما تخافش يا ابو قلب حنين، محدش فيهم يعرف لي وش، وانا بقى نفسي اتفرج عليهم وهما بيسمعوا اول كلام مني وميتين من الرعب. الله عليك الله عليك يا حلو يا ابو التفانين. انت يا سيدي انا المنادي طلع هيطلع فورا يا مولاي. طيب يلا بينا يا سيد. ايه انا عبد السلام. طب وانا السيد همام، تاجر من بلاد السند. همام. يا سلام. قمر، انت جيتي يا قمر؟ ايوه ياما جيت من بالليل، ولو صوتي وفضحتيني همشي تاني. لا يا قمر، مصيبه وجت فوق نافوخنا، لازم نشيلها يا بنتي. بس ما تسيبيش الدار وتهربي تاني، اضيع فيها يا حبيبتي. ياما ما انا قلتلك الواد ده حاله يبقى ابني، صدقيني. ما انا قلتلك مش هسأل تاني. الواد ده ابن الوالي اللي هرب. بجد يا قمر؟ ايوه ياما، الولية كانت مشغولة بلبسها ومجوهراتها وسابته ومشيت. حلو خالص. هو ايه اللي حلو خالص؟ يدونا الحلوان ويجوا ياخدوه. حلوان ايه ياما؟ دول مش هيعتبوها تاني، دول ما صدقوا هربوا. لا،
هيرجعوا، ما هو بيشيلوا فلان ويرجعوا ترتان، وساعتها بقى تقدري تاخدي حقك، وان ما كانش يضربوا راسهم في الحيط. ايه قولي لي يا قمر، هو لابس ايه؟ يا عيني ياما، ده انت غلبانه على الاخر. بصي ياما، احنا دلوقتي ولا في شغل ولا في اكل ليا وليكي وللواد. ما هو شحبر ابوه موجود. مثبت العقل يا رب تاني ياما. انا هخلي الواد شحيبر يقول ان هو ابوه، وساعتها بقى هو ملزوم انه يصرف عليه. هو حد لاقي ياكل لما هياكلنا ياما؟ اعمل لك ايه؟ ده انا نسيت اسمه. ايه ما تسميه انت يا قمر. بجد ياما؟ اسميه اللي انا عايزاه؟ ابنك وانت حره فيه. اول مره تقولي حاجه عدله يا مستك. اقول لك سميه على اسم ابوكي، الله يكحمه مطرح ما راح. زعبله؟ اسم يشرح. اهو كويس عشان برضو محدش يشك. زعبله زعبله. يا مسبتي يا خرابي، الحقني يا جحا، الواد ما نامش في فرشته، ابني ما كانش في البيت امبارح. ما تخافيش يا وليد، قلت ليه بس راح يقتل القمر ورجع على طول. استرها معايا يا رب، استرها معايا. كنت فين يا واد؟ ربنا يخرب بيوتهم، ربنا يخرب بيوتهم. مين دول يا علي؟ هو ايه اللي عمل فيك كده؟ انا كنت واقف يابا بره مستني قمر لما ترجع عشان اقتلها طبعا زي ما انتوا عارفين. جم وخطفوني. يا حبيبي خطفوك ازاي يا ضنايا؟ هما مين دول اللي يقدروا يخطفوك يا بغلند؟ عفاريت؟ لا، عسكر الوالي الجديد. الله، ابتهتوا. ومن الفجر يابا، من الفجر عمال اشيل واحط وانضف واكنس لما اتكسحت خالص. مش معنى ياخدوك انت؟ لا مش لوحدي، دول ميات ميات يابا، لموهم من كل الحواري والبيوت. ميات عشان يكنسوا له قصره؟ هي دي البدايه يا سلوان الجديد؟ مالكش دعوه يا جحا، مالكش دعوه، ما تحرجمش تاني على خراب عشك. اللي حصل حصل خلاص اهو. يعني ايه اللي حصل حصل؟ يناموا الخلق في الشوارع وتقولي لي اللي حصل حصل؟ يا جحا افتكر اللي كنت فيه. فوق يا جحا فوق. انت عندك حق يا عم، انا ماليش دعوه، تتحرق ولا اشحبر. من بكره هنزل معاك السوق، هتجيب الحبل وانا اشيل شويه وانت تشيل شويه. هتشتغل شيال يا جحا؟ عندك حل تاني يا اختي؟ بيع الحمار اللي ملوش لازمه وبتمنه ابن الطاحونه اللي هدوها. بتهزر ما تخافش، محدش يجيب بعدك نسيب بيع الحمار ده خالص. على الاقل هو مش عالة زي ناس. من بكره هينزل معانا يشيل انا وهو وشحيبر. لقمتك هتجيلك يا اختي، محدش بيموت من الجوع. بس انا قدامك اهو هموت من الجوع، نفسي اكل واستحمى وانام. يا ضنايا عينيا يا اخويا. هم حتى ما اكلكش في الاصل يا هلا؟ لا كلنا شلاليت واقلام على قفانا. كل يا ضنايا كل يا حبيبي. ايه ده؟ عيش؟ مفيش حته جبنه؟ دي سؤال ولي ده، يعني ممكن يكون انل من اللي قبله؟ يا بسنتي اولع في روحي يا ناس، يا راجل قلنا ملناش دعوه. سلام عليكم يا جحا. ايه ده؟ ايه اللي جابه؟ مش قلنا ده ما يجيش هنا؟ مش كفايه اللي حصل؟ استني بس يا بت، ايه اللي شايله ده يالا؟ ابو عابد بيسلم عليك. سلم لي عليه جدا. تصدق انت راجل جدع، طول عمري اقول عليك جدع. هات يا واد. ابو عابد عايزك ضروري جدا جدا. انا لسه حالف، انا ماليش دعوه باي حاجه. انا بقول لك يا جحا، الراجل عيان وتعبان، لازم تروح تشوفه، ما يصحش. طب كنت مع الموضوع ده دلوقتي مش قدامهم. يا اهل المدينة يا هاموس، يا بلد فسوس في فسوس، للرحمة ما تستهلوش. الله 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 الله، دي بدايه يا باب في باب. قبلت حكم الوالي ابو كرش وهو في سوق الولاه ما يجيبش. نائب خرع على السلطان المخلوع اللي شفته على ايديه البلاء والجوع، وعليه فان الوالي الجديد وحسمر الشديد هيحكم بالنار والحديد. نادي الخيبه نخلص من حرامي مفجوع يطلع لنا واحد تاني مفجوع. ما توطي صوتك يا ابو غاشم. وينبه مولانا وحسمر الشديد
ان اللي اتخرب بايديكم مش هيتبني فيه ولا طوبة ولا هيفتح ابدا السوق المخروبة. يخيبوا. حلو كملت. اختار نفسكم يا كامل. ليه؟ هنقابل وحشهم وناخد معانا الهدايا. وكل من يعرف شيء عن الوالي الهارب ومراته او ابنه اللي اختفى قمر، راح بيه فين ده؟ كنت بتجري مني يا قمر؟ طب انا قلت لها خلاص مانيش هفضحها. يا بلد فتوش بفتوش للرحمة ما تستاهلوش. قبلت حكم الوالي ابو كرش وهو في سوق الولاه ما يجيبش وعليه. سامعيني اللي انا سامعه؟ طب وهو الكلام ده معناته ايه يابا؟ معناته ان ربنا عوض علينا يا ابني. بعد ما تمر ابو كرش واسع جاب لنا والي مجنون رسمي. مالكش دعوه بيه يا جحا، مجنون على روحه. انا ماليش دعوه بحد، هي المصايب بتيجي لغايه عندي. الحقوني الحقوني. اه شفتي؟ هخبي الواد فين يا جحا؟ وليك يا عيني يا فجرة. اسكت يا شيبة، ده ابن الولي وجمارة. انجدني يا جحا، اعمل فيه ايه؟ انا لسه ما كملتش كلامي، جت المصيبه لغايه عندي اهي. ولما هو مش ابنك يا اختي؟ خديه ليه يا بنت؟ كان في وسط النار لوحده، امه الملعونه جمارة سابته. قلبك حن، رحت جايبه لنا المصيبه لحد عندنا. افرح يابا افرح، الواد طلع ابن الولي وجمارة وقمر ما خلفتوش. قمر ما خلفتوش. قمر ما خلفتوش. بترقص يا اهبل، دي بتقول لنا نخبيه. عايزانا نروح في داهيه معاكي يا بنت مسكه؟ هخبيه وبروحي حفظي قمر وافديه. شوف ابنك المجنون. شوف يا قمر حبيبتي، اسلم حاجه تعمليها انك تاخدي الواد وتخرجي بره البلد. لا لا لا، اخرس يا ابن المجنونه. ما هنا او في اي حته في البلد هيلاقوه. صح يا جحا، احسن حاجه ناخد الواد واخرج بيه بره البلد. معاكي. هتخرجي بره البلد هخرج معاكي. اهمد واسكت يا ابن المجنون، ما انتش خارج. بس لو قابلوني بيه وانا لسه في البلد. شفتوا؟ سامعين يا اخوانا؟ بطلوا ندالة بقى، عيب عيب. خلاص خلاص يا سبع البرومبا، هتخرج وياها توصلها لغايه ما تخرجها بره البلد. استني يا عمرو. ايه؟ خد العبايه دي لف الواد فيها. السلام، ما كلهم عارفين خلقته وسهل يمسكوه. يا واد يا واد، الناس كلها عارفينك زي ما هم عارفين خبر جحا. صح يا شحيبه، ده انت اللي هتكشفنا يا ولد. لا لا، ما تخافيش، انا هتصرف. انا هعمل من ديل الحمار شنب ودقن. يبقى توصلها وترجع لي على طول يا واد. حاضر. بينا يا ست الملاح، وانا وراكي في البلاد سواح. ايوه يا ولد، بس انت لسه ما ركبتش الشنب والدقن. والله؟ طب ثانية واحدة. لو ما رجعتش بسرعه هدي عليك يا شحيبه. ادعي يا عنابة، انا بتفائل. اهو لو عليا انا عايز ابقى في حالي. عطل ده بيت شغاله تانية كانت بتشتغل عند الوالد، ودي اخر واحده بعد اللي مرينا عليهم. يعني ده اخر بيت يا ابو احمد؟ يعني لو ما طلعش هو يبقى احنا كده تون، واحنا كمان نبقى ضعنا مع جنب الواد. ايوه يلا بينا. مين؟ قمر؟ انت جيتي يا قمر؟ احنا العسكر يا وليه. يما ما تخافيش، انا راجل قلبي طيب. قولي لي اسمك ايه؟ خدامتك مستكه يا اخويا. مستكه. امال مين قمر دي؟ انا قلت لك اسكت انت، انا بسألها ايه؟ كلمي يا وليه. الحق يسترك يا اخويا. انا بسأل سؤال تقومي تجاوبيني على طول. هقول لك مين قمر تقولي لي على طول. ايه انت حمار ولا ايه؟ بنت قمر ما حديش غيرها. ايه ده؟ حمار ده ايه؟ دي باين عليها وليه مجنونه يا بحر. قولي له اللي كانت بتشتغل في القصر خليه يسمعها بودانه. يا اخويا قطع القصر واللي فيه ما نبنى منه الا الفضايح ووجع القلب. الحقها يسترك ورجعها لي. الحقها فين؟ انا ما اعرفش هي خرجت راحت فين. هي خدت العيل ومشي. عيل؟ ده ابن الوالي يا بحر. اكيد هو ابن الوالي، مش قلت لك؟ هو انتوا يا ضنايا؟ ده احنا هنوديها في داهيه. دول عسكر. طب بقول لك ايه؟ ورايا بسرعة، ورايا. ايه يا سمعان؟
حياتك. الله، طب استنى ايه؟ ما تجري وراهم. يلا. والله يا ولد. يا اهل المدينة يا هاموس، يا بلد فسوس في فسوس للرحمة. بداية تصر وتشرح القلب الحزين. سامع البداية الطين؟ بقول لك ايه يا ابو السعد، انا دلوقتي ماليش دعوه بحاجه، يا بلد انا شيال وفي حالي، لا عدت والي ولا والي. شيال يا ناس، شيال. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جحا ما عادش في حاجة تتشال ولا هتتشال. ما سمعتش الكلام البطال؟ يا سيدي بتمرن، حرم التمرين. شيال يا ناس، شيال شيال يا ناس، شيال. انت من البلد دي يا جدع انت؟ وانت مالك انت؟ ايه ده؟ لا قول لي يا اخويا، هو في والي جديد اتعين في البلد عندكوا هنا؟ اصل احنا تجار اغراب مش من هنا. يبقى تاخدوا دلكوا في اسنانكوا يا فكيك. ليه؟ ليه يا اخويا ليه؟ ليه ايه؟ انتوا ما سمعتوش المنادي بيقول ايه؟ لا سمعنا. الوالي الجديد ده باين عليه مجنون. ما حد جالنا عدل، كلهم ملاعين ولاد ملاعين. بيجوا هنا عشان يحلبوا البقرة وبس. بقرة؟ بقرة ايه؟ صاحبك ده هو لوحده لهبل ولا انتوا الاتنين مهابيل؟ البقرة اللي الكل بيحلبها من زمان هم والأعيان، ولا انتوا مش من السلطنة دي وعارفين؟ لا احنا مش من السلطنة دي، احنا من سلطنة بعيدة خالص، بعيدة كمان عن سلطنة الخان. عقبال ما تبقوا زينا وتاخدوا على قفاكوا قدنا. انت راجل كذاب وقليل الادب. الله، والسلطان امر الدين المتين مش زي ما انت بتقول. مالك قلبت كده زي الطور؟ انتوا مش بتقولوا انكم مش من السلطنة دي وما تعرفوش؟ لا نعرفه، وانا بقى الولي الجديد يا حقير. انت بتهزر؟ لا طبعا مش بهزر. اعدلونا عن القبلة. انت صدقت يا راجل يا مسكين، انت صدقت. احنا تجار من السن. طب غوروا بقى، وقعتوا قلبي. انا مش كنت قلت خلاص مفيش فايدة في لساني ده؟ شيال يا ناس، شيال. الطرف بعدها آخر البلد على طول. الحق يا شيخ دول داخلين الحارة. تعالى نتبرع بسرعة. من هنا يا عسكري. وراهم يا بحر. الوحش وصل، ملحق عين اللي ما يصلي. ما شاء الله ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا ولينا الكبير يا سيدي. انا كرسي الحكم ده يتشال وتحدف في الشباك فورا. ما اقعدش انا على كرسي كان قاعد عليه ابو كرش واسع. هنحضر لك عرش متين يا سيدي. انا العرش المتين ده هناك يا غبي، ما تضيعنيش. انا مش عايز هنا غير الشلت. شلت كل قاعه مليانه شلت عشان الصبايا يبقوا حواليا قريبين. مش كده يا حلوين؟ تعيش يا وحش. حلوه حكايه وحش دي. قولوا لي كمان وسمعوها لي. بنموت فيك يا وحش، بنحبك يا وحش، بنحبك يا وحش. هاتوا الشلت، اجروا. الشلت يا سيدي. انا تؤمر بيا يا مولاي. عايز بصاصين كتير يخشوا جوه نخاشيش البلد ويخربوا دماغ الهموش ويعرفوا ايه فيها، لا يناموا ولا يونوش. حضر يا مولاي اضم بصاصين البلد القدام اللي هنا. وتضمنهم دول يا اخويا؟ دول مع اي حد يا مولاي. مع الريجه ولاد الكلب. ده غير انهم حافظين كل زخانيق البلد. بالمناسبه انا طلعت معاهم بصاصين مع اللي اسمه معيطل عشان يدوروا على الولد. طب والوالي ومراته بنت اخت المخلوع؟ وراهم في كل حته من البلاد. انا عايز نتيجه مش كلام. يا اما عليك السلام. كل مرة تعملها يا شغل على طول نسيت. ايوه، ما جابش هدايا ما يخشش معاه. لا ده انا شولح، ده انا اللي هغني وحلعلع وحلمع وانفخ فيه كأنه السلطان. اتفضل بقى انت وهو نقربنا، كل واحد ينفخ نفسه عشان يعرف هو قدام مين ومين هاكل مين. انفخ نفسك يا حنين. قولي يا حلوة، قولي علشان تسمعني. انت لسه جسمك نحيل. اما انت فجسمك 100 100، مش محتاج حاجه اكتر من كده. سيدي انا
في ناس بره مخاليق بيقولوا انهم اعيانها. الاعيان ظهروا يا سيدي انا. خليهم يتفضلوا يا بحبوح. اهلا وسهلا بالاعيان الكرام. خشوا. انت صباحا يا جناب الوالي. اهلا وسهلا بالاعيان، اهلا وسهلا، اتفضلوا. مولاي السماء نورت والارض اخضرت يا مولاي. سمعتم يا بنات؟ كلام جميل. السما اخضرت ونورت. لو تسمح يا جناب الوالي اعيان البلد. استنى بس، ما اصل مولانا الجديد موصيني وصيه تخصكم. ما هو اكيد مولانا السلطان اعزه الله عارف ان اعيان البلد. ما هو يا اعيان البلد؟ وصيه السلطان الجديد ان انا اعدمكم. ابو العز هيعدمنا يا ابو العز، هيعدمنا. طب ليه؟ يعدمنا ليه؟ ودي عايز سؤال؟ كنتم اعوان الوالي والسلطان المخلوع ودراعه اليمين ضد اعدائه اللي هو احنا، يعني خونة يا دود الارض. يا نهار ازرق، ده بيتكلم جد يا ابو العز. كلكم خونة. لا وبتخونوا مين؟ مولانا السلطان المتين، صاحب الحق المتين، صاحب البطش المتين، صاحب العدل المتين. وقال ايه؟ جايين تضحكوا على وحش عمر بشوية هدايا انما اخرس. سيبنا كمل كلامي. وانتم يا فراشاتي الجميلات اخرجوا بره، مش عايزكم تشوفوا دم. ابو العز هيذبحنا. اخرسوا كلكم. انتوا فاكرين مين؟ مؤتمر؟ لا، مؤتمر ده كان اهبل. انا لا، انا جاي هنا عشان انظف المدينه من امثالكم، وعشان انظفها كمان من الهموش اللي غرس فيها الفوضى. وتقول لنا انفخوا نفسيكم. كل واحد فيكم عاش في زمن شمس الدين الحصين، وعاش وتنفس معاه لازم يمشي ويجي بداله ناس جداد، ناس اطهار كما الاطفال يوم الميلاد. كل الاعيان كانوا ضد مؤتمر ومقدم دركه الكلب شر. صح يا مولاي، صح، واحلف بالله انه صح يا مولاي. كده اهو. والكلام ده بأمارة ايه؟ جحا يشهد يا مولانا. جحا ايه يا حامد؟ هتودينا في 60 داهيه. جحا؟ يطلع مين جحا ده كمان؟ ايه؟ نائب السلطنه بسلامته؟ ما تنفعوا. انت يا حامد، انت يا بدم، انت يا ابو مخ زي البرتوشه. جحا ده يا مولاي راجل شجاع، وقف قدام الولي والسلطان ولا همه، وكلنا انضمينا ليه وبقينا ايد واحده. وازاي الكلام ده بقى يا ابطال؟ رفضنا نبني قصر لمرات الوالي على حساب اصحاب الدكاكين المساكين. قصر بنت اخت السلطان؟ لا والله شجعان. وجحا يشهد يا مولاي، شاف العسكر بتوعه وهم بيجروا قدامنا زي الفئران. لا، وهقول لك لا شد، وقفنا قدام الجابي والمحتسب وخفضنا الاسعار. وجحا يشهد بكده برضه؟ يشهد يا مولاي. حس كده بقى، روحوا هاتولي السي جحا بتاعكم ده علشان اشوفه، يا اما ينقذكم يا يحصلكم. يا رجلي، يا رجلي. شفت؟ عمال تطمن فيا وتقول لي الواد هيرجع. الواد ما رجعش من امبارح، ما بلوش اثر. بتنقح قوي. انا بقول لك ابنك لسه ما رجعش. ما انا كمان لسه ما رجعتش يا عنبه. ما رجعتش؟ ابنك راح يا راجل وبتنكت؟ لما ابقى راجع ايد ورا وايد قدام يبقى لسه ما رجعتش. رجوعي زي عدمه، لا شلت ولا حطيت. انا بتكلم عن الواد اللي راح مننا. وانا بتكلم عن البلد اللي راحت من الناس. الوالي عنابه طلع مجنون بجد، عايز يفطسنا. الشهبندر بنفسه قال ان اوامر الوالي الجديد السوق ما يتفتحش. يتحرق السوق على اللي في السوق. انا عايزه ابني. هو بنفسه بعت المنادي في السوق يقول يا بلد فشوش وناس حموش،
عايز يربينا عشان كنا رعايا الوالي اللي قبله. ايه ذنب الناس في اللي بيحصل بينهم؟ ايه اللي جرالك يا راجل؟ انت عمال تتكلم ايه؟ طرشت؟ مش سامع انا بقول لك ايه؟ شحبر ابنك يا راجل. مالوش حبر بس يا عنبه، ما يمكن حظه احسن من حظنا. يمكن راح بلد الوالي فيها مش مجنون زي اللي عندنا، يقدر يلاقي ياكل نفسه وياكل البنت اللي معاه وياكل العيل. يعني برضه مش همك؟ هيجي يعمل ايه يا عنامه؟ هيجي يشيل الحبل ويطلع ويرجع بخيبته زي انت هتاكل عليا النعمه. هدي عليا النعمه، ما انت ضايقها. اطمني يا اختي، كلها يومين والاكل اللي بعته برقوق ده يخلص ونجوع زي بقيه الخلق. يوه برقوق ده، انا نسيت ابو عابد الراجل عيان. طب قسما عظما ما انت بايت في الدار الليله. قوم هات الحمار، تخرج بره البيت دلوقتي ولا تخطي العتبه دي غير والواد شحبر في ايدك، والا هموت نفسي. وحاول ان انت اللي موتني واجيب لك مصيبه. حاول بتخنقني فتموت. يا لهوي يا لهوي يا بنت المجنونه استنى. يا جحا، يا سيد جحا. مين؟ انا اخوك ابو العز. شهبندر ادخل. هدخل بس برضه هتمشي، مش هتبات فيها. مساء الخير يا سيد جحا. خير، كل خير. لا حاجه، هات من الاخر الله يخليك. الوالي عايزك. ولا مين؟ وحشمر الولي الجديد. المجنون؟ لا مجنون ايه؟ ده طلع اعقل من اللازم. طب وده يعرف جحا منين عشان يعوزه؟ انا شامم ريحه مصيبه. بس مش جايه ناحيتك يا سيد جحا، جايانا احنا يا سيدي. الحمد لله صاحب المنن. خدمة للناس كلها، وفي ايدك انت لوحدك انك انت تنجدهم، يا اما الوالي هيخربها على دماغ الكل. وانا اللي هقدر امنع الوالي ما يخربهاش على دماغ الكل. ايوه يا سيدي. وزي ما تطلب جاهزين. شوفهم عايزين ايه واعملوا لهم، يمكن يجيبوا لنا الواد. دول اعيان. روح روح. اتفضلوا يا كابتن، اتفضلوا استريحوا. اهلا وسهلا. قولوا لي بقى ايه المطلوب بالظبط؟ المطلوب كدبة صغيرة. كدبة صغيرة؟ واللي انت عايزه هتاخده. طب ايه بقى الكدبة الصغيرة دي عشان اعرف اتمنها؟ شو تستاهل قد ايه؟ اقول لك يا سيدي، الوالي يسمع منك شهادة صغيرة في كلمتين وخلاص. طولتوا ما وضحتوش. مطلوب ان يتقال للوالي ان الاعيان كانوا ضد الوالي اللي غار والسلطان اللي انخلع وهرب. ودول كلمتين صغيرين. ما انت بقى ببركاتك هتفردهم براحتك. وانتوا بقى يا اكابر كنتوا ضد بؤتمر وضد السلطان المخلوع. ايوه، انت نسيت يا جحا ولا ايه؟ معقولة؟ القصر اللي رفضنا نبنيه وبنينا بداله دكاكين اصحابك. دي لعبة عملتوها لحسابكم يا حبايبي. دلوقتي مصلحتنا كلنا في كلمة واحدة منك تنصان، نلم جنونه عن الكل والسوق يمشي والناس تلاقي القوت. طب الوالي يصدقنا انا ليه؟ اشمعنى جحا؟ اصل انا اتورطت. قصده ان احنا شفنا الحل في وجودك وظروفك. وجنانك يركب على جنانه. الله في السعد. قصده انك انت تفهمه وتشوف سكة عشان يصدقك ونخلص. طيب افرضوا يا اكابر ان جناني ما جاش على جنانه وما صدقنيش، رقبة مين بقى اللي هتطير فينا؟ لا 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 لا, لا. انت مش هتنضر خالص، اللي هينضر احنا والبلد والناس. يا سلام. هيصدقك مش هيصدقك. ما لقيتوش غير هباب الطين ده يا ناس. قلت لك خليك بره يا شولع. لا حبيبي شولع واقف يتصرف من الصبح. هيبيع ويشتري فينا، لكن انا مش هدفع له. طب عشان اشيلك بقى انا موافق وهقبض. هيضيعنا يا ناس. قول يا جحا هيبيع على طول. عايز كتير يا شهبندر. مش بقول لكم هيقول نرخص الاسعار؟ لا انا خلاص اتعديت منكم، مصلحتي الاول. قول طلباتك بقى وخلصنا. عايز بردعة الزقزوق
بردعته اتهربدت. مش هيقدر ابنك يا راجل، بردعت قوي حمارية هولع في روحي. ده كل اللي عايزه بردع للحمار. لا لسه عايز دكانه يبقى فيها كل شيء كامل، اكل عيش من وراها. بس لا مش بس. شلح يبوس ايدي. ايه؟ بوس ايده يا شلح. انا ابوس ايد ده؟ قلت لك بوس ايده يا شلح. انا بقول كده برضه، ابوس ايده. اخر تموين عندي للعناب يا حبايب. التموين خلص. طيب اقعد واشحت معانا بقى ابو لبده. ايوه على رايك، ما هي خربانه خربانه. قلبي عليك يا جحا يا صاحبي. قول قلبي عليك يا بلد. بدل ما انتوا قاعدين تندبوا كده، قوموا بينا نروح لجحا يشوف لنا حل. جحا يا ريت يا ابو غاشا، ده انا ما شفتوش من ساعه ما رفضت افصل راسه. ما هو قالها لي وخلاص يا ابو غاشا، قال لي انا ماليش دعوه باي حاجه، انا شيال وبس. اما حلمت لك حلم يا جحا. المهم يا ابو عابد تقوم بالسلامه لعيالك، يعني حالهم واقف زي حالنا. على ايدك هتفرج يا جحا. لا ابوس ايدك، مش هلعب اي لعب معاهم. الوالد الجديد ده مجنون رسمي، والبعض اولاد البعض عايزين يجيبوا رجلي وياه. اسمع يا جحا، روح له. اروح لمين؟ للوالي، مش الشهبندر وحامد. قولك عشان كده برضه. انت عرفت منين؟ هيكون من مين غيري؟ ركز انت بس واستمع لكلام الملك. اسمع يا جحا، انا ماشي وانت اللي هتبقى بدالي هنا. بدالك انا فين؟ عيالي كلهم في رقبتك يا جحا. ايه يا عم، انت عايزني ابقى شيخ منصب؟ لا، الحلم بيقول انك هتبقى حاكم في البلد. الراجل بيخرف من اللي هو فيه. اسمع منه منسوجات، ما تتعبش قلبه. انا ما بخاطركش يا جحا، انا فايق وعايزك توعدني. الليله دي بقى
اوعده وخليك راجل. مش هوعده، مش راجل. ما تكسرش بخاطره، الراجل بيخلص. معلش يا عم ابو عابد، انا اصلي مش قادر اشيل هم نفسي. وانا مش قادر استأمن حد غيرك على مبلغ. طب اهدى واستريح. هستريح لو تقول. قول يا جحا بقى. خلاص ماشي. وهتروح للوالي. يعني انت عايزني اروح مع اولاد الابلسه دول وضيع؟ مش هتضيع يا جحا. انت خلاص يا ابو عابد بقى مكشوف عنك الحجاب. الحلم بيقول كده. هذا الحلم وليلته السوداء يا جحا. ما عادش وقت يا جحا. قول اوعدك وهروح اقابل الوالي. طيب حاضر. قول اوعدك. قول وهروح يا خنبي نار. روح الله يرحمك، كمل ليلة السوداء على ايديك. الباقي في حياتنا يا اخوانا. وحياتك يا ملك المغارة. ملك المغارة؟ ما قلتليش يعني رايك فيه؟ اروح معاهم للوالي ابن المجنونة ده؟ طبعا لازم تروح، بس هتكذب بقى يا حلو ولا تقولي الحقيقة؟ ما هو ده السؤال، ما سألتوش لنفسك؟ انا خايف اسأله لنفسي احتاس في الرد. لا وبصراحة بقى فيها لقمة عيش حلوة، الدكانة اللي وعدوك بيها. يا زازوك، الفقر أذل أعناق الرجال. جحا ايه انت مش كنت نايمة؟ شفته جالي في الحلم. مين ده؟ شحيبة. مادام جالي في الحلم يبقى مات يا جحا. انا عارف انها ليلة. الواد هيموت من الجوع. وانا هموت من التعب. طب خبط على البيت ده كده يمكن يدونا شوية لبن. هو في حد بيوزع لبن في اليومين السود دول؟ خبط بس يا شحيبر. حاضر يا قمر حاضر. يا الله اللي هنا يا جماعة. مين؟ معانا عيل صغير وكنا محتاجين شوية لبن واقعين في عرضك الله يسترك. العب غيرها، عملها العسكر قبل كده وهجموا على البيت وسرقوا المعزة. حرام عليك يا ست، ده انا جايلك انا وجوزي. قمر انت بتتكلمي جد يا قمر؟ جوزك؟ اسكت. ده انا معايا جوزي ومعانا حتى ابننا اهو، سماها جعورتك يا زعبولة. يلا يا زعبولة. يعني انتوا مش عسكر ولا حرامية يا ست. اصل العسكر في الايام السودة دي بيهجموا على البيوت ويخطفوا اللي يخطفوه. شفتنها هي ايام سودة يا خالة. اعمل ايه بس؟ عسكر السلطان القديم هربانين وعسكر الجديد مقربين وهو كله شغال يهدموا ويشفطوها. يا ست انت هتقعدي تحكي معانا، بنقول لك الواد هيموت من الجوع. وريني كده العيل يا ضنايا. اهو يا خالة. يا حبيبي باينه. ايه ده؟ ده ملفوف في حرير، ملفوف في حرير وعايزين له شويه لبن. حبة صغيرين قوي يا خالة. طب معاكوا كام؟ معانا شوية دراهم. ما يلزموش، مش اقل من 5 دراهم. يا ست بنقول لك شوية لبن للعيل، انا وهي مش عايزين. طب تصبحوا على خير. حرام عليكي، ده جعان وهيموت من الجوع. استني خلاص يا قمر، خدي دول كل اللي معايا، بس تعملي لنا لقمة نصلب بيها طولنا كده. 6 دراهم ونبات عندك لغاية الصبح احنا والعيل. نعم. خلاص يا خالة، انا هنام بره هنا جنب البيت يعني. طب يلا لاعي كمان العقد اللي في صدرك ده. امسك يا شحيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اهو كله بثوابه. ادخلي يا اختي. على مهلك يا قمر، على مهلك يا قمر. لا انت عارف تجيب الوالي ومراته ولا الكلب اللي اسمه معيطل هرب الجبان هو كمان. مولاي انا بعت وراه اللي يتابعه. طمن. اللي يتابعه. الله. طب امال الوالي وبنت اخت السلطان المخلوع مش شايف حد يعني طلع وراهم يا امير العسكر يا اللي طول الليل عمال تسكر؟ يا مولاي انا امشي قدامي غور. محبوب سيدي انا العيان بره والاكابر
وصلوا مستنيين امرك بالدخول سيدي انا. هم وصلوا ومعاهم الصناديق. طيب اخر دخول البنات ودخلهم هم. حاضر. يلا الاكابر والصناديق يخشوا. أسعدت صباحا يا مولاي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالاعيان والاكابر. وايه اللي جايبينه معاكوا ده يا حلوين؟ كل ما نملك يا مولاي، بالدرهم والسحتوت ان شاء الله موت. دي كل الاموال اللي بنتاجر بيها والله. لا كده تبقوا حلوين. امال فين اللي اسمه جحا يا مولاي؟ كان معانا. هرب. يغور يا مولاي، ده ملوش لازمه. ده جحا ده يا مولاي. انا اهو يا مولانا الوحش. هو انت دول يعرفوا بعض. تعالى لي هنا يا بتاع البقره. النهار باين من اوله. انت بتقول ايه يا جحش؟ اما انك رجل بصحيح. سامع يا محبوح؟ ايه ده معلش يا سيدي انا، هو اصل لسانه متبري منه، ما احنا جربناه قبل كده. بس عاجبني قوي الليمت ده. تحب نقطع لسانه سيدي انا؟ هو في حاجه تانية غير اللسان؟ بقول لك يا محبوح، روح انت خد الهدايا معاك. صناديق يلا ورايا. قلت لي بقى الجماعه دول كانوا عايزينك تشهد بايه يا هو اسمه ايه؟ اسمي جحا، بس ما تحفظوش. اسمع يا جحا، انت سمعتني وانا بقول ان اكتر حاجه عجباني فيك لسانك. اهو لسانك ده ممكن ينقذك وينقذهم من الذبح، على شرط انك تقول الحق. انت عايزني اقول الحق يا مولاي؟ ايوه الحق. ها ايه الحكايه بالظبط؟ هم جايبيني عشان يلبسوا جنابك العلم، يتفقوا معاك على اللعبه زي اللي قبلك. موضوع حلب البقره. يعني هو جنابك مش عايز تحلبها معاهم؟ هو احنا هنضحك على بعض يا مولاي؟ مبسوط يا حامد؟ حمار وهيضيعنا. مش انت اللي جبته؟ ها وايه كمان؟ كده خلاص الحكايه خلصت وكله شيء تمام. يعني جنابك لعبت معاهم الاول وجابوا لك الصناديق، ناقص بقى يا مولاي انكم تلعبوا على المكشوف، تتفقوا مع بعض ازاي تحلبوا البقره وكل واحد ياخد نصيبه من اللعبه. تجاوزت حدودك يا كلب. هاتوا سياف. اقتله يا مولاي، سايق عليك النبي تقتله يا سياف. امر مولاي. طلي يا دنيا على جحا طلي، مهما تعطي قول يا حلولي. طلي يا دنيا على جحا طلي، مهما تعطي قول يا حلولي. وده كل ده قرع اسطنبولي، وحنوصل للحل الكلي. ما هو جحا استاذ حل الالغاز، سايق الشيطانه على بدلي. يا جحا يا مصري العب يا قراي، قطع في الظلمه في الهوا بعكرهم. طلي يا دنيا على جحا طلي. الناس جنسين مقاسين ناسين، ناس سمحين وصاد سلسين، او ناس سامجين تقلا غلسين، بينهم بعض قبل سم والسين. وجحا فراق ده وده مخ كبير وده مخ كبير وده منى كلي. يا جحا يا مصري واللي قعد وهزر، وبس اما غباهم يهنونا بطردهم. طلي يا دنيا على جحا طلي. طلي يا
تنسى التفصيل، سوى بالتسفين سوى بالتلزيم، زي النزناز انجاز اعجاز، تنكيد تفكيك تنكيد تفكيك كل الكل. يا جحا يا مصري علشان الاحوال الناس الخايفه والدنيا القاسيه، قول لي يا دنيا على جحا قول لي. دعما لثقافة الإنترنت ولفترة محدودة DSL بخصم 15% بفروع شركة صوت القاهرة، فرع روكسي، البورصة، الجيزة، المنصورة، المنيا، الإسكندرية، صفية زغلول.